يا مساء الفل. هو ايه اللي خلى المدفع يضرب ومين خلاه يضرب؟ وهل دي اصلا ثقافة مصرية ولا فكرة استوردناها من بره زي الصواريخ الصيني اللي العيال قرفانة بيها طول اليوم؟ تعالوا معايا نعرف ايه الحكاية في الحكاية من البداية. بدايتنا النهارده هتكون عند الرواية الأقرب لبداية مدفع رمضان، وهو إن الفكرة مصرية 100%. احنا دلوقتي سنة 1460 هجريا أيام العصر المملوكي. السلطان خوش قدم، السلطان اللي خلى مدفع الإفطار يبقى عادة حلوة في رمضان عن طريق الصدفة أصلا. السلطان خوش قدم استقبل أول مدفع من المدافع اللي كان متفق عليها علشان يحمي القاهرة من الغزو والأعداء، وطبعا المدفع ده كان موجود في القلعة. ولما وصل المدفع في يوم من الايام في رمضان مع غروب الشمس، السلطان قال لك اما اجرب المدفع ده كده واشوفه شغال ولا مش شغال، ويضرب ساعتها اول طلقه من المدفع. قال لك بس خلاص كله تمام التمام، بس ما كانش يعرف ايه اللي داير في الشارع وقتها. بيقول لك ايه بقى، مع غروب الشمس الناس بدأت انها تجهز نفسها انها تفطر، واول ما سمعوا صوت الانفجار وضربة المدفع قال لك ده شكل السلطان عمل نظام جديد علشان يعلن عن ميعاد الفطار عشان الناس اللي مفيش جنبها مسجد. وبقت الناس كلها مبسوطة بالفكرة جدا، وعشان احنا شعب بيموت في الزيطة من زمان، اتجمع شيوخ الحارات والعيال الصغيرة والمشايخ وخدوا بعضهم وراحوا عند قصر السلطان تاني يوم قبل الفطار. ايه يا اخوانا ايه اللي جايبكم؟ حد قال لكم نعزمكم على الفطار ولا ايه؟ فيرد عليه شيخ من الشيوخ يقول له مولاي انها لفكرة عبقرية. فكرة ايه يا عم الشيخ مالك؟ مدفع الافطار يا مولاي. مدفع افطار؟ ايه يا عم الشيخ انت صيام مفرهدك ولا ايه؟ مولاي ان فكرتك عظيمه لاعلام الناس بميعاد الفطار. طبعا السلطان خوش قدم مش عارف الحوار داير على ايه، بس ابتدى يجمع كده اللي هو يعني انا صارف ومكلف وجايب مدفع عشان اسلح بيه البلد عشان محدش يهجم علينا، وانت تقول لي مدفع فطار؟ اما انتوا عالم زياطه بصحيح. بس من هنا ابتدت الفكره تعشش في دماغ السلطان، واللي هو طب ليه لا ما نسيب الناس تفرح؟ تصدقوا بالله انا هخلي المدفع يضرب في رمضان كل يوم وقت الفطار، ومش بس كده لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده، انا هخليه كمان يضرب وقت السحور. ما هي زيطه بزيطه بقى. ويستمر الحال على كده، ويتعمل فريق مخصص مسؤول عن مدفع الافطار والسحور، وتبتدي المدافع تتوزع على جميع انحاء القاهره، مصر القديمه والعباسيه ومصر الجديده وحلوان، وتتحوط القاهره بمدافع رمضان. ويجي رمضان ويتعمل موكب رسمي للمدافع وهي طالعه من المخازن بتاعتها وتتحط في المكان بتاعها لحد ما ينتهي الشهر الكريم. بس ثواني كده، هي الطلقه اللي كانت بتطلع من المدفع دي كانت طلقه حي ولا صوت؟ خليني اقول لك ان من ساعه ما طلعت الفكره وما كانش المدفع شغال غير بالطلق الحي. يعني تخيل تكون مستني المدفع يضرب علشان تفرح وتزقطط وتقول ضرب ضرب وتشرب كوبايه السوبيا، تلاقي نفسك تحت الانقاض وروحك هي اللي بتقول ضرب ضرب. فالحوار ده فضل موجود تقريبا كده لحد سنه 1859، لحد ما بدا التوسع العمراني والكثافه السكانيه تزيد. فساعتها كنا قدام خيارين، يا اما نكنسل المدفع يا اما ندور على طريقه تانية نخلي بيها المدفع مش مؤذي. فتتعمل وقتها طلقه الصوت تفرقع بس من غير ما تاذي حد. وتعدي السنين المدفع شغال وبيضرب، وتقوم حروب وصراعات، والعسكري اللي بيشغل المدفع محتاجينه يكون معانا في الحرب. فتبدا مدافع الافطار تتحول للجبهه وتبدا تدخل المخازن، وتنتهي فكره مدفع رمضان وتختفي وينساها الناس. وتيجي سنه 1983 وساعتها يقرر وزير الداخليه المصري انه يرجع البهجه للشارع المصري من تاني، ويقرر ان مدفع الافطار يضرب من اول وجديد اول يوم رمضان، ويتحط المدفع في مكانه المميز في قلعة محمد علي، ويتعمل موكب احتفالي والناس تزقطط من تاني مرة في التانية. هوب يجي المجلس الأعلى للآثار يقولك وقف عندك اللي بتعمله ده، احنا في منطقة آثار، انت كده بتعرض أسوار القلعة للانهيار بسبب الاهتزازات، ده كده الآثار هتتدمر من قوة الضربة، ونبقى ما بين نارين، هل نحافظ على الآثار بتاعتنا ولا نفرح الشعب المصري الغلبان؟ فيقرر ساعتها الراجل المسؤول انه يمسك العصاية من النص، وان مدفع رمضان يتنقل لمكان جديد ونحافظ على التقريب بتاع مدفع رمضان، وساعتها بيتنقل المدفع لجبل المقطم اللي برضه بيعتبر قريب من القلعه. يبقى كده حافظنا على الاثار بتاعتنا وخلينا الشعب المصري يفرح. وسنه ورا سنه بيتنشر البومب والصواريخ، ويبقى في كل شارع في بلادي صوت الفرقعه في وداني. العجيب بقى اننا زي ما بنصدر العلوم والثقافه والدكاتره والمهندسين لبلاد بره، قدرنا اننا نصدر برضه مدفع رمضان لبلاد بره، لدرجه ان الموضوع عجب بلاد كتير زي الكويت وسوريا والسعوديه والامارات ودول اسيويه تانية. والسعوديه لما عملت مدفع الافطار عندها كانت بتضرب طلقه وقت الفطار وطلقتين وقت السحور. قولوا لي بقى ايه ذكرياتكم مع مدفع الفطار والحكاوي اللي سمعتوها عنه في الكومنتات. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. كانت معكم شروق السرفي في برنامج الحكايه من البدايه.